إخوتي بالله، أناشدكم بالله، أستحلفكم بالله في الدولة الإسلامية في العراق والشام أن تتركوا الطيار الذي يصلي الفجر ويصوم رمضان ومرضي الوالدين. أستحلفكم بالله أن تتركوه، أن تعفوا عن الجرائم، أن تعفوا عن المذابح التي ارتكبها النظام، وأن تعفوا عنه، وأن تتركوه في حال سبيله، وإلا فهو مؤمن بالله ورسوله ويعتبر وجهه ويعتبر عمله خالصا لوجه الله تعالى. وأن تنسوا الشهداء القتلى الذين تم قتلهم على يد التحالف، وأن تعاملوه معاملة جيدة وتطلقوا سراحه، فهو عمره 26 عاما ولم يرى شيئا بعد من حياته. وأستحلفكم بالله أن تتركوه لوجه الله، ولأنه يقوم بتنفيذ أوامر عسكرية. الأطفال الذين قتلوا في محافظة إدلب، والإخوان الذين قتلوا في كافة المحافظات السورية من رقة وفي العراق الشقيق وفي دير الزور وفي ريف حلب، أستحلفكم في ريف المهندسين، أستحلفكم بالله أن تتركوه يا أخوان، لأنه رجل يقوم بفعل ما يؤمر به، والله يعني هو مساوي هالشغله هي لوجه الله الكريم. احكي اخوه، عرفت شلون؟ فانه تتركوه، يعني تتركوه خيو لوجه الله الكريم. وهدوك العالم اللي ماتوا وهدوك الاولاد اللي استشهدوا، هذا عمره 26 سنه لسه ما شاف شيء من عمره. يعني الاطفال اللي ماتوا هدوك كبار، هدوك كبار حماد، هدوك يعني ايش بدي اقول لك، هدولي شغله كبيره. واناشد والامم المتحده وبان كيمون والامم المتحده قلقه بشان الطيار الذي اعتقلته الدوله الاسلاميه. هذا هو طيار اردني في قوات التحالف، قائد طائره اف 16 اف بلي والله، يعني ما بعرف انا ايش قد، عرفت شلون؟ بس يعني في اف الموضوع، اف كبيره يعني. فيعني انه هذا الزلمه بان كيمون والامم المتحده وهيئه الاغاثه واليونيسف ومنظمه حقوق الانسان تشعر بالقلق. يعني هدوليك العالم اللي ماتوا، عرفت شلون؟ عادي يعني ما في مشكله، خيو علينا يعني. طيب ماتوا، طيب يعني ايش بدنا نساوي؟ خلاص انتم اتركوا له هذا الزلمه مشان يرجع يتابع مهامه القتاليه. واخوه يناشدكم انه ويقول عن الدولة الإسلامية أنها إخوته، والإخوة في جبهة النصرة أيضا إخوته، وفي الجيش الحر كمان إخوته، عرفت شلون؟ فعملوا معاملة كويسة ولا تأذوا، الله يرضى عليكم. ها والله العظيم إذا بتأذوا بدنا نقصفكم، والأيام جاية وبنتواجه. وإن كانكم زلم لقوا، إن كانكم زلم شعب بدنا نجروا له خازوق. في مرة تقول طلعاني بدنا نجر، مو عيب خازوق؟ يعني اذا قتلوا كم واحد، يعني اذا يعني عم يقصف، يعني اذا عالم عم بتموت، يعني طيب شلون لك الملك عبد الله بده يرضي امريكا ويرضي بريطانيا؟ شلون يعني؟ بده يطلع يقصف الزلمه. فيا حجي الله يرضى عليكي، ثاني مره ما تقولي خازوق، الله يرضى عليكي. ها على اي حال الزلمه يعني بعهدتكم وامان برقبتكم، وخيو نحن بنقول عاملوه مثل ما الله امر والرسول امر، نحن ما بدنا غير هيك. وشكرا لكم، تفضلوا بالنار والنمرة. باي باي.